مباراة الكونفدرالية النهارده ماتشين، الزمالك وابو سليم وفيوتشر وسوبر سبورت في الكونفدرالية. شفنا طبعا فيوتشر بيفوز باللقاء وحصد 3 نقاط مهمين جدا جدا. صحيح الماتش هنا في القاهرة، ولكن طبعا نادي فيوتشر قدر ان هو يكسب ويحصد 3 اهداف بشوطة قوية جدا. كلنا تابعنا اللقاء. ماتش الزمالك ماتش غريب جدا، الزمالك متسيد اللقاء من اوله لاخره، ولكن فرقه ابو سليم كان ممكن تتعادل في اخر دقيقه زي ما احنا شفنا، والكره اللي جت في العارضه. ماتش من طرف واحد، فرقه بصراحه على قدها زي ما بيقولوا، لكن الزمالك برضو علامه استفهام. انت مش قادر تكسب هنا في ارضك غير بهدف، والهدف طبعا لاوباما اللي متقمص دور محمد صلاح في الاونه الاخرانيه، وينتهي اللقاء بنتيجه 1-0. واهم من اللقاء هو حصد ال3 نقاط، لان احنا عارفين ان نادي الزمالك دائما في البدايات بيتعثر، ولكن النهارده يقدر ان هو يكسب 1-0. برضو في علامات استفهام. ماتش زي كده المفروض يخلص 3-4، لكن اللي انت تكتفي بهدف وكان ممكن تفقد ال3 نقاط بتعادل في اخر كوره لفرقه ابو سليم. طبعا كل دي علامات استفهام، ولكن نادي الزمالك ليه العذر بتاعه. طبعا احنا عارفين ان مدير فني جديد او قائم بالاعمال المدير الفني معتمد جمال. نادي الزمالك هيجي بقول لجماهير نادي الزمالك، ولكن بطولة الكونفدرالية السنة دي في حد ذاتها فرقة ضعيفة جدا جدا، يعني مش هتلاقي غير فرقة او 2. بطولة السنة دي ضعيفة جدا، المفروض نادي الزمالك يبقى راكب البطولة من اولها، مش بالمستوى ده. شفنا طبعا تغييرات معتمد جمال وخروج شيكابالا، واداء انا بشوفه ان هو ماتش متواضع لنادي الزمالك. صحيح هو امتلك زمام اللقاء من اوله لاخره زي ما قال طبعا المعلق المباراه. هو صحيح معلق غريب جدا، لان نادي الزمالك ماليش فرص كبيره جدا وتقدر اللي احنا نقول والكره جت في العارضه مثلا، او ان الزمالك ضيع اجوان، ده ما شفناهوش. لكن هي البدايات بتبقى كده. كل الدعم لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. اهلا بكم في قناه وليد حلمي الاهلاوي، فضلا وليس امرا. اللي ما تابعنيش تابعني على قناه وليد حلمي الاهلاوي على اليوتيوب، او تابعني على البيج على الفيسبوك. طبعا سايب لك في صندوق الوصف اللينك بتاع جميع المنصات اللي تخص قناه وليد حلمي الاهلاوي. شفنا امبارح لقاء نادي الاهلي، لقاء بادئ بطريقه كويسه للنادي الاهلي. فرقه من غانا زي ما احنا شفنا، ولكن الفرقه دي يا جماعه فرقه مش ضعيفه. تنقلاتها ولاحت فيهم فرصه او 2 ان هم يسجلوا، ولكن طبعا دفاع النادي الاهلي كان واقف بالمرصاد لهذه الكور. ولكن احنا بنقول ان البطوله السنه دي لازم النادي الاهلي ياخدها بمحمل الجد عن كده شويه. احنا شفنا اداء وضيعنا اجوان كتير، وكأن الكوره مش عايزه تخش بسهوله. ولكن طبعا تغييرات كولر يعني استجاب المره دي، وابتدى ان هو يغير بدري وينزل قفشه، عمل الفارق زي ما احنا طبعا شفنا. وطبعا بريستاو اكيد لما بيبقى في مستواه نادي الاهلي بيبقى في حته تانية خالص يا جماعه. الشوط الثاني يعني 3 اهداف، و3 اهداف ملعوبه، 3 اهداف مزيكا، منهم الهدف الثالث اللي عليه طبعا علامات استفهام كبيره قوي للاعب صلاح محسن، اللي يعني في عليه انتقادات كبيره جدا جدا. بقالنا الوقت اهو يوم. الجماهير طبعا زعلانه جدا. ازاي انت تروح للجماهير وتقول لهم او الحركه اللي انت عملتها وكلنا تابعناها؟ اللي يعمل الحركه دي يا صلاح يا محسن لاعب يكون جاب 20-30 جون، و2 مثلا سوبر او بطولة افريقيا او الدوري، وكنت انت متمرس في صناعة الاهداف واسيستات وبتجيب اهداف. فبالتالي انت تروح للجماهير لما تكون انت زعلان من الجماهير وتعمل لهم الحركة اللي انت عملتها. لكن انت يعني لو لاحت ليك 20 فرصة مش هتجيب غير فرصة واحدة، والجون اللي انت جبته لو جبت ابن اختي هيسجل الهدف دوت. فبالتالي انت ما عملتش ابداع، بالعكس ده انت في ماتش سان داونز ضيعت، الماتش اللي قبليه ضيعت. انت غير متواجد، او انت ما ينفعش اللي انت تبقى
راس حربة النادي الاهلي. فبالتالي الحركه اللي انت عملتها ده جمهور النادي الاهلي ما بينساش ومش هيعديها لك بالساهل الحركه ديت. فبالتالي استنى بقى عقابك من الجماهير، لان جماهير النادي الاهلي اللي طالما وقفت مع النادي الاهلي 80 مليون اهلاوي في جميع المحافل والاستفتاء سوري الاستفتاء اللي احنا شفناه الاخراني والنادي الاهلي في المقدمه لغايه دلوقتي. فبالتالي انت ما ينفعش تعمل كده مع جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي مش هينسى ومش هيعديها لك. شفنا طبعا تالق حسين الشحات والداهيه امام عاشور. امام عاشور فعلا يا جماعه جاي ان هو هيبقى رقم واحد في مصر في كرة القدم. لاعب اسيستات، لاعب في اي وقت ممكن يصنع لك الفارق، ممكن يجيب لك اهداف بطريقة غير متوقعة للخصوم. فبالتالي لاعب فز فعلا. النادي الاهلي فعلا كسب اللاعب ده، ولكن بنهمس في اذن الكابتن محمود الخطيب والاداره الفنيه. يا جماعه احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نجيب مهاجم سوبر، ما ينفعش. شفنا المهاجم بتاع فرقه غانا عامل ازاي، والفرق اللي هي متوسطه دي عندهم لعيبه كبيره جدا جدا جدا. عايز اقول لك انت تجيبها بالافات الدولارات مش بملايين زي ما احنا بنشوف. فمودست متصاب يا جماعه، ومتصاب ايه؟ الراجل اداله برنامج تاهيلي، الراجل ما قدرش عليه. 35 سنه، كبير في عالم كره القدم. فبالتالي انت دلوقتي جات لك مشكله في الخلفيه فهتغيب 10 ايام. طب انت اساسا لعبت في ايه وعملت ايه؟ ده هو هدف يتيم اللي انت جبته. هي دي العيون بتاعت النادي الاهلي. احنا عمرنا ما عرفنا نجيب لاعب سوبر، ودينا شفنا طبعا اللاعب البرازيلي، وقبليه برضو كان في لاعب برازيلي، وشفنا حتى المدير الفني اللي احنا جبناه اللي هو ضحك علينا الناس كلها والاخر مشيناه. مين اللي بيتعاقد مع الناس ديت؟ مودست ده ازاي يجي النادي الاهلي؟ ما ينفعش. احنا عايزين لاعب سوبر، لاعب صغير في السن نقدر ان احنا نستثمره. ادينا شفنا اهو علي معلول، شوف بقى له 8 سنين في النادي الاهلي ولغايه دلوقتي بيعطي للنادي الاهلي. شفنا صفقه زي بيرستاو، لاعب فعلا لما بيكون فايق النادي الاهلي بيبقى في حته ثانيه خالص يا جماعه. فبالتالي احنا عايزين لاعب سوبر، وخلاص احنا تعبنا وجماهير النادي الاهلي تعبت. احنا بنلعب في كذا بطوله، ما ينفعش اللي احنا نجيب اي لاعب ونلعبه وخلاص ويبقى الراجل ده راس حربه واحنا بنكسب والدنيا ماشيه. عندنا امام عاشور بيجيب، كهربا بيجيب، رضا سليم بيجيب. فبالتالي راس الحربه مفيش اهتمام. لا، ده احنا عايزين راس حربه، ومش واحد ولا اتنين، احنا عايزين 3 وبنفس المستوى. النادي الاهلي داخل على معترك قروي زي ما بيقولوا، بطوله افريقيا، الدوري هنا، الكاس، بطولات كتيره قوي، طبعا كاس العالم للانديه. فبالتالي يا جماعه ما ينفعش اللي احنا بنعمله. اذا كان بخل الاداره الفنيه او مجلس اداره النادي الاهلي ان انت مش عايز تدفع فلوس عشان تجيب لاعب سوبر، الكلام ده مش في عصر كره القدم. انت بتصرف وبيبقى في استثمار ان اللاعب بتجيبه بسعر مناسب وفي نفس الوقت بيديك 4-5 سنين، ولما تيجي تبيعه هتكسب فيه. زي طبعا اللاعب ايفونا اللي احنا شفناه كان في النادي الاهلي وعمل اجوان خطيره لغايه دلوقتي لسه بنتابعها، وكسبنا فيه لما راح الدوري الصيني. فبالتالي لازم يبقى في وقفه يا جماعه. طبعا نرجع لماتش امبارح. ماتش امبارح كان من طرف واحد النادي الاهلي، والفريق الغاني كان ليه فرصه او 2. طبعا التغييرات لما جت بدري قدرنا ان احنا نصنع الفارق. الشوط الثاني لغايه لغايه اول ربع ساعه كان اللقاء 0-0. فنزل التغييرات وبقى في شكل جميل جدا، وشفنا طبعا تألق امام عاشور وكذا كوره منهم كره في العارضه، تألق حسين الشحات، وصحيح ضيعنا اهداف لكن قدرنا ان احنا في الاخر نكسب بنتيجه حلوه بنتيجه 3. وشفنا طبعا جون كهربا يا جماعه بيبدأ مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو تعرض لظلم كبير جدا زي ما احنا عارفين في موضوع الوقف وموضوع مشاكله مع نادي الزمالك والفلوس بتاعت نادي الزمالك والكلام ده كله. ومع ذلك اللاعب بينزل بيصنع الفارق وبيبقى مجهوده وافر في الملعب زي ما احنا شفنا. فكل الدعم للاعب وكل الدعم للاعيبه النادي الاهلي ما عدا صلاح محسن، لان خلاص هو بالنسبه لنا اتشال من الدماغ. ده يروح يلعب بقى في البنك الاهلي، يلعب مع سموحه، لكن انت ما ينفعش ان انت تلعب مع النادي الاهلي كبير افريقيا. فبالتالي انتظر غضب جماهير النادي الاهلي. بقول كلمه على ابو تريكه قبل ما احنا نخلص الفيديو بتاعنا، الفيديو البسيط دوت. ابو تريكه انت موهوب داخل الملعب وخارج الملعب.
انت ابدعتنا بكلامك الاخراني وتصريحاتك عن القضيه، وشفنا دموعك غاليه علينا قوي، وانت بتقول الحق في اي حته وفي اي مكان، ما بتهبش اي حد ولا اي حد يقدر ان هو يضايقك، لان انت مع ربنا وربنا مش هيسيبك. وبنتمنى نشوفك في مصر تاني، بنتمنى نشوفك في مصر تاني. انت صانع البهجة، انت فعلا ماجيكانو الكرة المصرية، فبالتالي بنتمنى اللي احنا نشوفك على الاراضي المصرية ونفرح بيك ونتباهى بيك اكتر واكتر. مش هطول عليكم اكتر من كده يا جماعة، فضلا وليس امرا. اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.